هل نادي زد يستحق ركلة جزاء أمام النادي الأهلي أم لا؟ من امبارح وفي ليلة والليلة. هل زد يستحق ركلة جزاء أمام النادي الأهلي ولا لا؟ يا جماعة حد يرد علينا، نجيب خبراء تحكيميين تتكلم ونجيب ليلة والليلة. هقول لك على تفاصيل التفاصيل، وهنتكلم عن ضربة الجزاء، وهنتكلم عن مين ليه الحق. ولكن زي ما احنا متعودين هنصلي على النبي، هنرزع اللايك. لو انت اهلاوي هتكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، ومشاركه للبث علشان اللي ما شافش يشوف واللي ما سمعش يسمع. بص يا كاريزما، مبدئيا مين اللي داخل بتهور على الكوره؟ لاعب نادي زد ولا احمد نبيل كوكا من وجهه نظرك الشخصيه؟ واكتب لي في الكومنتات وهقرا كل التعليقات. من وجهه نظري الشخصيه اللي داخل بتهور على الكوره هو لاعب نادي زد، لاعب جاي عايز يشيل وخلاص. طيب السؤال التاني اللي بيطرح بلح، وهو هل لاعب نادي زد كان يمتلك لعب الكرة التانية ام لا؟ كرة اتلعبت من بنها راحت السلوم فما يمتلكش، يعني الكرة ما زادتش سنة هيجري يلحق الكرة ويشوط والكلام ده، لكن الكرة اتشاطت بشكل غريب راحت السلوم فما يمتلكش. طيب السؤال الثالث اللي بيطرح بلح، مين اللي رجله كانت اعلى من التاني؟ لاعب نادي زد ولا احمد نبيل كوكا؟ لاعب نادي زد. طيب هنسأل السؤال الرابع اللي بيطرح بلح، مين اللي لو في اصابة هو اللي هيتصاب فيها؟ هل اللاعب اللي لعب شايط في بطن رجل الستارز وش رجله اللي هيتأذي، ولا بطن رجل اللاعب البطن بقى اللي هنا اللي تحت هي اللي هتتصاب؟ احمد نبيل كوكا لو اصابت رجله راحت لتحت الستارز كان جت حتتين من وجهة نظر الشخصية، فبالتالي اللي هيتصاب احمد نبيل كوكا. فمن وجهة نظر الشخصية التي لها قيمة، شاء من شاء وابى من ابى، كورة فاول على لاعب نادي زد بسبب التهور الزايد. دي من وجهة نظر الشخصية. كابتن خالد الغندور جاب لك الخبير التحكيمي جمال الشريف امبارح، كابتن جمال الشريف وهو خبير تحكيمي كبير جدا، قال لك ان الكورة ليست ركلة جزاء لصالح نادي زد. ده مين؟ ده كابتن جمال الشريف الخبير التحكيمي الكبير جدا. طيب يسكت كابتن خالد؟ لا يا كابتن، اصل احمد نبيل كوكا ودى وعمل وسوى وخد وعمل شايقتين وقعد يلف اللفه بتاعته بتاعت كل كل ضربه جزاء فيها كلام. كابتن جمال الشريف استقر على رايه، زد لا يستحق ركله جزاء. نفس الكلام اللي احنا قلناه، نفس الكلام اللي احنا قلناه. واحد يطلع يقول لي شفت انا ده يا متهزم، انا مالي يا لفت، ما هو جابوا لك خبراء تحكيميين اهو وقال لك. ولكن انا بقول لك اللي انا شايفه من وجهة نظري الشخصية، زد لا يستحق ركلة جزاء امام النادي الاهلي شكلا ومضمونا. ولو حد بيفهم وشغل البصلة شوية هيعرف ان دي فاول على لاعب نادي زد. شكرا، العفو. هتجيب لي بقى كابتن خالد الغندور، هتجيب لي اصل مش عارف مين، هتجيب لي صياح بلا داعي. والله بكلمكم بجد، بتضحكوا الاهلاويه علينا وفي الاخر يطلع يقول لك احنا اكتر ناس بنفهم في الضحك. كفايه ضحك، كفايه هري، كفايه رزع. والله بكلمكم بجد، ده اسمه هري ورزع من وجهه نظري الشخصيه. وهتيجي تقول طيب ثواني، واحد هيطلع يقول لي بس في عندك اكتر من خبير تحكيمي مصري قال لك ان ضربه جزاء صحيحه وان المفروض نادي زد اللي ضربه جزاء. ما بصدقش حد يا بيه، على السكه وعلى الدغري كلها تصفيه حسابات. ده طلع في كوره قال لك اصل مش عارف مين ده غلط، فهي كلها تصفيه حسابات لا اكتر ولا اقل. الحمد لله الواحد بيتفرج على ماتشات كتير وماتشات اوروبيه، وبنتفرج على ماتشات وعارفين اللي فيها والليله. فكل بص، ما بصدقش خبير تحكيمي مصري واللي قال لك عليه خبير تحكيمي ويقول له ده اسمه ضحك خام على الدغري وعلى السكه. اقل واحد ماشي في الشارع بقى يفهم كوره عنهم. بكلمك على الدغري وعلى السكه، قسما بالله في ناس
عاديين جدا بيتفرجوا على ماتشات، ولكن تشوفهم هما بيحللوا الماتش يقول لك بس خبير تحكيمي ايه ده، على الله ان شاء الله كلهم، والله بكلمك بجد كله على الله ان شاء الله. هات اقل واحد بيفهم كرة عنهم، اقل واحد ماشي في الشارع بيتفرج على ماتشات بيفهم كرة عنهم، مع احترامي الكامل ليهم، ولكن مفيش حد بيتكلم بالمنطق وبالعقل. ما شفتش واحد بيطلع يتكلم لك بما يرضي الله، كلها تصفية حسابات وكله بيخبط في بعض. بكلمك على الدغري وعلى السكة، ومن وجهة نظري الشخصية نادي زد لا يستحق ركلة جزاء. ارزع لايك وشار الفيديو علشان اللي ما شافش يشوف واللي ما سمعش يسمع، ولو انت اهلاوي كنت بعش الاهلي، ولو انت زملكاوي كنت بعش الزمالك. ده بالنسبة لايه؟ لكرة نادي زد. طيب هنيجي لنقطة تانية مهمة جدا، وهي النادي الاهلي كان قدم يعني بمعنى اصح كده بيان رسمي للفيفا ان عايز يحط شعار بطولة الثلاث قارات على التيشيرت. ناس بتاعت مش بتاعت هاشتاجات ومش بتاعت يفط. الناس لما تعوز تكتب حاجة او تعمل حاجة او يطلعوا لنفسهم لقب بيجيبوه من الفيفا هناك. ما تبصلهمش انت بقى كزملكاوي، لو زملكاوي ما تبصلهمش هيبعتوا لنا ايقاف قيد، احنا مش ناقصين اصلا. خلاص. طيب النادي الاهلي انا بقول لك خد موافقة مبدئية في السنة الجديدة مثلا، او هيعمل تيشيرت جديد يحط شعار بطولة الثلاث قارات وبطولة نصف العالم، نص الكرة الارضية على التيشيرت. فمبروك لكل ما هو اهلاوي. وخلينا احنا بقى في ايه؟ في الهاشتاجات، خلينا احنا بقى في البنرات، خلينا احنا بقى في ايه؟ في الكلام وخلاص. ده بقى السهل عندنا، ده الحاجة السهلة اللي عندنا، ان احنا نطلع لك هاشتاج، ان احنا نطلع لك بانر، ان احنا نكتب لك على التيشيرت من ورا. ده اللي احنا فالحين فيه. نجيب بطولة؟ نو. نشتغل في ارض الملعب؟ نو. حاطين النادي الاهلي في دماغنا، وطول ما احنا حاطين النادي الاهلي في دماغنا النادي الاهلي يجيب لنا صداع. بجيبها لك على الناهية، طول ما احنا حاطين النادي الاهلي في دماغنا هيجي لنا صداع. هيجي لنا ايه؟ هيجي لنا صداع يا كابتن حسين يا لبيب. نركز في الملعب بقى شويه بالله عليكم، عندنا ماتش مهم النهارده فربنا يكرمنا ونزق الزقه. ما نبصش للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي اللي بيركز معاه بيجي له صداع. خلصنا. انت من وجهة نظرك الشخصية يا كاريزما، ما هو تعليقك على موضوع ضربة الجزاء؟ هل نادي زد يستحق ضربة الجزاء ام لا؟ ومن وجهة نظرك الشخصية ما هو تعليقك على موضوع الهاشتاجات والبنرات بتاعت نادي الزمالك؟ وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقة تنول على اعجابكم. لو عجبتك الحلقة كاريزما ارزع اللايك. سلام عليكم.